الجو ساقعة والدنيا بالليل والولاد جعانين وهم اصلا مش عارفين ياكلوا ايه ومحتارين. انا بقى اسكت؟ لا، اقوم اعمل لهم شويه فطير بالسكر، حاجه كده تدفيهم وفي نفس الوقت تديهم طاقه وتشبعهم. شايفين منظر الفطيره من جوه مورقه وبجد كانت في غايه الروعه. وعايزه اقولك ان الفطاير دي ما خدتش مني ولا وقت ولا مجهود، وكانت سهله وبسيطه. تعالوا بقى لما نشوف هعملها ازاي. في بولة عندك هتنزلي ب3 كوبايات من الدقيق، وياريت يكون دقيق نوع نضيف علشان يديكي نتيجة حلوة. وعلى ال3 كوبايات من الدقيق هننزل برشة بسيطة من الملح، بس كده. هي دي العجينة بتاعتنا، ومية من الحنفية عادي جدا. نبدأ نعجن العجينة بتاعتنا ونخدمها كويس لغاية ما تبقى ناعمة وتبقى طرية جدا وملزقة، حاجة بسيطة بس ايديا بتطلع منها بسهولة. طبعا انتوا فهمتوا الموضوع ده. وفي طبق عندي او جنبي فيه شوية زيت، ادهن بايديا كده وابدأ اقسم العجينة لكور صغيرة. ممكن برضو تفردي العجينة رول على الرخامة وتقسميها بالسكينة عادي، وبعد كده تاخدي كل قطعة وتلفيها كورة بالشكل ده. بعد ما قسمت العجينة كلها كور زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي، عايزة اقول لكم انا ولا سبتها ترتاح ولا اي حاجة. انا بس ما الا هبدأ باول كورة انا شكلتها، هاخدها وعلى الرخامة بالشكل ده بشوية زيت ابدأ افردها دايرة كده زي ما انتوا هتشوفوا. وبعد كده ابدا الم الفطيره دي او الدايره دي او الكوره دي زي ما انتم هتسموها بقى، المها بالشكل ده وكاني بقفل ظرف زي ما انتم شايفين كده. بس كده. بعد كده هعمل كل الكور بالشكل ده، وبرده هرجع ابدا باول مربع او اول كوره انا شكلتها، هاخدها برضو على الرخامه بشويه زيت وابدا افردها كويس وابططها خالص واخليها رفيعه جدا. بصوا يعني ما تخلوش اي حته تخينه خالص في الفطيره، لازم كل الفطيره كده تدوسي عليها كويس بايديكي وتبططيها كويس. وتصعف على النار فيها شويه زيت كده حلوين ويكون سخن جدا. ويلا بقى ننزل بالفطيره وناخد من الزيت السخن ده على الفطيره من فوق كده علشان تبدا تتنفخ معاكي زي المنظر اللي انتوا شايفينه كده. بجد عايزه اقول لكم احساس تحفه، منظر الفطيره هي وبتتنفخ قصادي كده بجد حاجه مخلياني انا مستمتعه. وشايفين الموضوع بسيط بجد، ما خدش منك ولا ومني انا، ما خدش مني انا ولا وقت ولا مجهود. وكمان لو انتي عملتيها مش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود. وبجد كان طعمها في غاية الروعة، وحاجة بسيطة لكن بجد كان طعمها حكاية. وبعد كده بعد ما بطلع الفطيرة بصفيها كويس من الزيت وبحطها في مصفى علشان لو فيها زيت زيادة ينزل، لكن هي بجد ما كانتش شاربة زيت خالص. شايفين المتعة وشايفين المنظر بجد تحفة. وبتسيبيها طبعا في الزيت لغاية ما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده. ونعمل واحدة كمان. شايفين انا باخد من الزيت السخن بنزل على الفطيرة من فوق كده علشان خاطر تبدأ تتنفخ معايا زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما حمرنا كل الفطير اللي معانا، يلا بقى ننزل بيهم بشوية عليهم قصدي شوية سكر بودر من فوق كده، او ممكن تزينيهم بشوية عسل اسود، تاكليهم بعسل نحل اللي انتي حباه. انا بديكي الفكرة او بديلك الفكرة وانتي بقى اختاري شوفي عايزة تاكليها ازاي. بجد كان طعمها في غاية الروعة وكانت بسيطة وسهلة جدا، وبجد كانت تحفة وعجبت الاولاد. قومي اعمليها للاولاد وما تكسليش، هتعجبهم جدا. وكمان عارفة لو حطيتها لهم في اللانش بوكس كمان